كل يوم بنصحى نحاول ننجح أكتر، نبقى أحسن، نحقق ذاتنا، نكون مبسوطين. لكن الغريب إن كل ما نحاول أكتر نحس بتعب أكتر وضغط أكتر. كتاب فن اللامبالاة مش كتاب بيعلمك إزاي تعيش سعيد، هو كتاب بيعلمك إزاي تعيش بصدق مع نفسك. خليك معانا للنهاية عشان الكتاب ده هيخليك تعيد التفكير في كل حاجة كنت فاكرها صح. هلا بيكم في قناة ملجأ الكتب الصوتية، القناة اللي بنغوص إياها جوه الكتب، مش بس نلخصها لكن نفهمها ونطلع منها بدروس حقيقية للحياة. لو بتحب المحتوى ده اشترك في القناة وادعمنا بلايك عشان نوصل لأكبر عدد ممكن. ويلا نبدأ رحلتنا مع كتاب فن اللامبالاة. الفصل الأول: لا تحاول. مارك مانسون بيفاجئنا من أول فصل ويقول إن المشكلة مش في الفشل ولا في قلة الإمكانيات، لكن في محاولة السعادة نفسها. لما تحاول تبقى سعيد، انت ضمنيا بتقول انك تعيس دلوقتي، وده بيخلق صراع داخلي دائم. الحياة بطبيعتها ناقصة وفيها وجع وفيها خيبات، ومحاولة إنكار ده بتخلينا أضعف مش أقوى. مارك بيضرب أمثلة لأشخاص نجحوا لما تقبلوا عيوبهم، مش لما حاولوا يهربوا منها. الألم مش علامة فشل، الألم دليل إنك إنسان. أهداف الفصل: هدم فكرة السعادة الدائمة، تقبل المشاعر السلبية، التوقف عن جلد الذات. ماذا استفدنا من الفصل؟ السعادة مش مشروع، قبول النقص بداية السلام، الصدق مع النفس أقوى من الإيجابية الزائفة. الفصل الثاني: السعادة مشكلة. المجتمع الحديث حول السعادة لفرض، ولو مش مبسوط تبقى فاشل. مارك بيقول إن ده أخطر كذبة، لأنها بتخلي أي حزن يحسسك بالذنب. المشكلة مش إنك زعلان، المشكلة إنك فاكر إن الزعل غلط. الحياة الطبيعية فيها فرح وحزن، نجاح وفشل، والقبول هو التوازن الحقيقي. السعادة تيجي لما تختار تتحمل مسؤولية حياتك، مش لما تهرب منها. أهداف الفصل: فك ارتباط السعادة بالكمال، فهم المشاعر بعمق، تقليل الضغط النفسي. ماذا استفدنا من الفصل؟ الحزن طبيعي، المعنى أهم من المتعة، الراحة مش في الهروب. الفصل الثالث: أنت مش مميز. الفصل ده صادم لأنه بيكسر فكرة إنك مختلف عن العالم. مارك بيقول إن الإحساس بالتميز الزائف بيخلي الإنسان كسول وينتظر العالم يصفق له، لكن الحقيقة إنك شخص عادي، وعشان كده محتاج تشتغل وتتعب. التواضع هنا مش إهانة، التواضع تحرير من التوقعات الكاذبة. لما تبطل تستنى تقدير الناس بتبدأ تعيش لنفسك. أهداف الفصل: قتل عقلية الاستحقاق، تحمل المسؤولية، بناء واقعية صحية. ماذا استفدنا من الفصل؟ العادية قوة، المسؤولية حرية، السلام الداخلي مش محتاج تصفيق. الفصل الرابع: قيمة المعاناة. مارك بيوضح إن كل إنسان بيعاني، لكن الفرق في الاختيار. في ناس بتعاني عشان فلوس، وناس عشان قيم، وناس عشان رأي الناس. المعاناة اللي بلا معنى بتدمر، لكن المعاناة اللي وراها هدف بتبني. القيم الحقيقية مش سهلة، لكنها تستاهل. السؤال الأهم: إيه الألم اللي مستعد تتحمله؟ أهداف الفصل: اختيار القيم بعناية، ربط الألم بالمعنى، إعادة تعريف النجاح. ماذا استفدنا من الفصل؟ المعاناة حتمية، اختيار الألم اختيار حياة، القيم تحدد الاتجاه. الفصل الخامس: أنت دائما مخطئ. مارك بيأكد إن أكبر عدو للتطور هو الاعتقاد إنك فاهم كل حاجة. كلنا بنشوف العالم من زاوية ناقصة، وما ينفعش نتطور غير لما نقبل ده. الشك الصحي مش ضعف، الشك ذكاء. كل مرة تعترف إنك غلط، أنت بتفتح باب جديد للنمو. أهداف الفصل: توسيع الوعي، كسر الجمود الفكري، التعلم المستمر. ماذا استفدنا من الفصل؟ الخطأ مدرسة، المرونة قوة، التطور مش له نهاية. الفصل السادس: قول لأ، الاهتمام الزائد يستنزفك. مارك بيقول إنك لو حاولت ترضي الجميع هتخسر نفسك. الحدود النفسية مش أنانية، دي ضرورة. قول لأ عشان تحافظ على طاقتك وعلى حياتك. أهداف الفصل: تحديد الأولويات، حماية الوقت،
احترام الذات. ماذا استفدنا من الفصل؟ الرفض قوة، التركيز راحة، القليل المهم أفضل من الكثير الفارغ. الفصل السابع: الفشل طريق التقدم. مارك بيشوف الفشل كمرحلة طبيعية. النجاح مش قفزة، النجاح تراكم محاولات فاشلة. اللي بيخاف من الفشل بيختار حياة آمنة لكن فارغة، واللي يقبل الفشل بيختار حياة حقيقية. أهداف الفصل: كسر الخوف، تشجيع المحاولة، بناء الصبر. ماذا استفدنا من الفصل؟ الفشل مش عيب، الاستمرار سر النجاح، التجربة أهم من الكمال. الخاتمة: كتاب فن اللامبالاة علمنا إن مش كل حاجة تستاهل اهتمامك، ولا كل معركة تستاهل تخوضها. الألم جزء من الحياة، لكن الألم اللي له معنى هو اللي يصنع إنسان قوي ومتزن. اللامبالاة مش برود، اللامبالاة وعي واختيار ذكي للي يستاهل قلبك ووقتك. لو عجبك المحتوى اشترك في قناة ملجأ الكتب الصوتية واكتب رأيك. تحب نلخص أنهي كتاب بعد كده؟